اللهم ارزق كل من فتح هذا المقطع رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعاءه من غير رد، وباعد بينه وبين الفضيحتين الفقر والدين، كما باعدت بين المشرق والمغرب وكل المسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فراق غالي ولا استمرار مرض لقريب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال، وأعنا اللهم على صيامه وقيامه يا رب العالمين. يا رب إن هذا هلال شهر وقد ورد وأنت أعلم بما فيه من الإحسان، فاجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الآمان والغفران والرضوان، وماحية الأخطار في الأحيان والأزمان، وحامية من أذى. اللهم في شهر شعبان كن لنا وليا ونصيرا ومعينا. اللهم إنا نرجوك أن تحفظنا وتحفظ عائلاتنا من كل سوء. اللهم إنا نستودعك من نحب فلا ترينا بهم بأسا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحنا وترحمنا وتجعلنا بقسمك راضين قانعين وفي جميع الأحوال متواضعين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيبا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك أن تفيض علينا من رحماتك، وأن تهدينا إلى الطريق المستقيم هداية لا نضل بعدها أبدا. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في الكتاب من الأشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مقترين علينا في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا وإكتار رزقنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عندك في الكتاب سعداء مرزوقين موفقين للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحق الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.